لحظات بتغير شكل العالم وتسيب جرح ما بيتقفل. كوريا البلد الصغيرة اللي اتقسمت بين قوتين عظمى، أمريكا من ناحية والسوفييت من الناحية التانية، وفي النص شعب واحد بيتفرق غصب عنه. النهاردة هتاخدك الحكاية لواحدة من أكبر الحروب وجعا في القرن العشرين، من الهجوم الأول عند الفجر لحد المعارك اللي غيرت وجه آسيا بالكامل. دي مش مجرد حرب، دي قصة بلد اتحرقت بالنار علشان تولد من جديد. قصة الحرب الكورية. في بلاد بتتولد من قلب النار، وفي بلاد النار هي اللي بتقسمها. كوريا كانت من النوع التاني، بلد صغيرة لكن التاريخ قرر يكتب فيها فصل من أكتر الفصول وجعا في القرن العشرين. قبل الحرب كوريا كانت بلد واحدة، شعب واحد، لغة واحدة، عادات واحدة، لكن الدنيا وقتها كانت طالعة من كابوس اسمه الحرب العالمية التانية. وأمريكا والاتحاد السوفيتي كانوا لسه طالعين من المعركة دي كوحوش جعانة سلطة وجعانة نفوذ. ولما اليابان استسلمت 1945 كوريا كانت محتلة من اليابان بقالها أكتر من 35 سنة. ولما اليابان وقعت أمريكا والسوفيت قرروا يحرروا كوريا، بس كل واحد حرر نص. والله قسموا البلد على ورقة كده، خط وهمي اسمه خط العرض 38، الشمال للسوفيت والجنوب للأمريكان. الشعب اتقسم نصين كأنهم شرطتين من نفس القلب. الشمال السوفيت حطوا شاب طموح اسمه كيم إل سونج، في الجنوب الأمريكان دعموا نينجمان ري. الاتنين زعماء وكل واحد شايف التاني خايف، وكان واضح اللي جاي مش سلام. سنة 1950 يوم 25 يونيو الصبح الجنود الكوريين الشماليين بدأوا يتحركوا ناحية الجنوب 5 فجرا. المدافع اتفتحت، الدبابات اتقدمت، والأرض بتترج من صوت الانفجارات. الهجوم كان صاعقة. في ظرف ساعات سول العاصمة وقعت، الناس بتجري في الشوارع، الجنود بتتراجع والمباني بتتحول رماد. كيم إل سونج فرحان شايف النصر قدامه، لكن أمريكا ما سكتتش. رومان قالها صريحة، مش هنسيب الشيوعية تكسب. وفي لمح البصر العالم اتقلب. أمريكا جمعت قوات من الأمم المتحدة، أكتر من 16 دولة. بدأت الحرب الكورية الحقيقية، مش بين الكوريين، لا، بين الأمريكان والسوفييت على أرض كوريا. القوات الجنوبية كانت بتنهار لحد ما انحبسوا لمنطقة صغيرة اسمها بوسان، آخر نقطة قبل النهاية. الجنود مرهقين، المطر بينزل، الذخيرة بتخلص، كل حاجة بتقول النهاية قربت. بس أمريكا كان ليها كلمة تانية. الجنرال مارك آرثر قرر يعمل المستحيل، ينزل من الشمال. عملية انشون كانت مخاطرة بس نجح نجاح خرافي. القوات الشمالية اتصدمت. في أسابيع قليلة الصورة اتحررت من تاني، الأعلام اترفعت والناس فرحت. كان الناصر رجع بعد ما كان ضاع. بس هنا كانت الغلطة ماك آرثر قرر يكمل الشمال ودخل ناحية بيونغ يانغ، لكن الصين كانت بتراقب بصمت. ماو تسي تونغ قال مش هنسمح لحد يقرب من حدودنا. وفي أكتوبر 1950 مئات الآلاف من الجنود الصينيين عبروا نهر يالو، وفجأة الدنيا ولعت. الصينيين هجموا بكل قوتهم، التلج بيغطي الأرض، الجنود بيتجمدوا وهم بيقاتلوا. في تشويسن حصل الجحيم، درجات تحت الصفر، دم فوق، بس محدش استسلم. وفي الآخر القوات الأمريكية انسحبت وسول وقعت للمرة التانية. تخيل مدينة تقع 4 مرات خلال سنة. الناس تايهة، الحرب مش بتخلص، بقت حرب مواقع، كل طرف ثابت مكان بس الدم لسه بينزل. في وسط الدراما المدنيين بيحاولوا يعيشوا، ناس فقدت أهلها وبيوتها اتحرقت عشان خط اسمه 38، والعالم بيتفرج. السوفييت يمدوا سلاح والأمريكان يمدوا طيران، بس الكوريين هم اللي بيموتوا في النص. دخلت سنة 1951، الجبهات سابت بعضها بس النار لسه مولعة، والعالم بدأ يسأل هو في أمل ولا كوريا تفضل ملعب للكبار للأبد؟